أول تعليق عندنا من محمد محسن نعيم، أهلاوي وأفتخر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وأهلا بكم. حلقة النهاردة هنتكلم عن الصفقة الأخيرة للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي. كمان هركز على نقاط مهمة جدا بخصوص مباراة الأهلي وساوندرز في كأس العالم للأندية. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول لي توقعاتك عن نتيجة مباراة النادي الأهلي القادمة، وإن شاء الله هشارك معظم تعليقاتكم في الفيديوهات الجاية، وهقول بعض من تعليقاتكم مع نهاية الفيديو ده. طيب خلونا نبدأ كده بالصفقة الأخيرة للنادي الأهلي في انتقالات يناير، وهو اللاعب أحمد خالد كباكا. كباكا عنده 18 سنة، مركزه صانع ألعاب رقم 10 أو لاعب وسط رقم 8، قادم من فريق وادي دجلة وملقب بأبو تريكة الجديد. كباكا تلقى عروض أوروبية الفترة الأخيرة نظرا لإمكانياته العالية وقدرته على المشاركة في أكتر من مركز. هو لاعب عنده مهارات فردية ممتازة، بساطته الطولية بجودة عالية، دريبلر مراوغ، بيمتلك الحلول داخل الملعب برؤية فنية عبقرية. كباكا بيعرف يصنع أهداف لزمايله، صاحب قرار وكورته عالية جدا، مايسترو في وسط الملعب. إن شاء الله هيكون إضافة للقلعة الحمراء. المفروض أنه ينضم لشباب النادي الأهلي، ولكن كولر يقدر يعتمد عليه مع الفريق الأول، لأن فعلا اللاعب ده لمسته حلوة، عنده كورة حلوة جدا ويقدر يفيد القلعة الحمراء بشكل عام. بالتالي صفقات النادي الأهلي الرسمية في الميركاتو الشتوي: أول لاعب عندنا خالد عبد الفتاح، مدافع أو ظهير أيمن. الثاني مروان عطية، لاعب وسط. الثالث محمد كريستو، جناح تونسي، صفقة تحت السن. الرابع أحمد كندوسي الجزائري، لاعب وسط هجومي. واللاعب رقم 5 هو أحمد خالد كباكا أبو تريكة الجديد. كباكا يقدر يلعب مكان عمرو السولية رقم 8 أو مكان محمد مجدي قفشة رقم 10. صانع ألعاب عصري جدا، عنده رؤية، يقدر يوزع لعب، بساطته متقنة، بيعرف يتعامل في المساحات الضيقة، عنده حلول غير تقليدية، لمسته حلوة، رسام داخل الملعب. أحمد خالد كباكا. ميركاتو النادي الأهلي كويس جدا جدا، تم تدعيم الجانب الدفاعي وخط الوسط والجانب الهجومي. يعني خالد عبد الفتاح مدافع، مروان عطية والكندوسي في خط الوسط، في الجانب الهجومي كريستو وكباكا. كان ينقص النادي الأهلي مهاجم رقم 9 سوبر أجنبي، يقدر يستغل الفرص ويقدر يخلص قدام الجول. يعني النادي الأهلي طبعا بيعاني من مشاكل هجومية في الماتشات المقفلة. كان في أكتر من لاعب على رادار النادي الأهلي، المفاوضات ما اكتملتش مع بعض اللاعبين، ولكن برضو لجنة التعاقدات أثرت في الموضوع ده. المفروض أن مارسيل كولر طلب التعاقد مع مهاجم من فترة كبيرة، والمفروض أن الأهلي كان بيخطط للتعاقد مع مهاجم رقم 9 من الميركاتو الصيفي. ليه أنا أتحط في الموقف ده واجي في الاخر اتعاقد مع اللاعب كندوسي وموليكا يبعد وبعد كده نتفاوض مع مهاجم برازيلي؟ زنقنا نفسنا في وقت مش كويس، وربنا يستر. طبعا الفترة الجاية عندنا ماتشات مهمة، عندنا يعني منافسات قوية جدا. بطولات النادي الأهلي دايما بينافس على كل البطولات محليا وإفريقيا. أتمنى أن الأهلي ما يندمش على عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي رقم 9، وأتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي الفترة الجاية في كل البطولات. إن شاء الله نقدر نحقق ألقاب مع مارسيل كولر الموسم ده. دلوقتي هنتقل إلى فريق ساوندرز الأمريكي، منافس النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي. أبرز لاعبي الفريق: أول لاعب عندنا راؤول رودياز، مهاجم أو صانع ألعاب، يعتبر هو أفضل لاعب في المنظومة الهجومية لفريق ساوندرز. الثاني جوردن موريس، مهاجم أمريكي هداف. والثالث توهو تولو، ظهير أيسر كاميروني عصري، يعني بيقدر يقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية، قوي جدا، خطير جدا، بيقدر يدافع ويهاجم بشكل كويس. أكيد فريق ساوندرز فريق قوي وممتاز، يعني بطل أمريكا الشمالية، بطل الكونكاكاف،
ولكن هم مش جاهزين قوي على المستوى الفني والبدني. اخر مباراة رسمية لساوندرز تقريبا من 5 شهور او 4 شهور، فهم ما عندهمش حساسية الماتشات. النادي الاهلي يقدر يلعب عليهم، والنادي الاهلي يقدر يكسبهم ان شاء الله بالحماس، بالقتال، بالاصرار داخل الملعب. احنا عندنا رغبة بشكل كويس جدا نقدر نقدم ماتش كويس قدام فريق ساوندرز ونصعد الى نصف النهائي لمواجهة فريق ريال مدريد. الماتش الجاي ده هو الاختبار الحقيقي بالنسبة لكولر في مونديال الأندية، لأن مباراة أوكلاند سيتي مش صعبة. يعني فريق أوكلاند سيتي سيء جدا، متواضع جدا على المستوى الفني والبدني. عندنا مواجهة صعبة قوية أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، وإن شاء الله اللعيبة يكونوا على قدر المسؤولية. وإحنا عارفين أن مارسيل كولر استبعد 5 عناصر من قائمة كأس العالم للأندية: أيمن أشرف، شادي حسين، برونو سافيو، محمد الضوي، كريستو، ومصطفى مخلوف. يعتبر استبعد الصفقات الصيفية للنادي الأهلي برونو سافيو واللاعب شادي حسين. وأنا مش فاهم يعني ليه كولر معجب قوي بقدرات محمد فخري. انا شايف ان شادي حسين افضل من فخري في الجانب الهجومي. شادي حسين عنده الحل وبيقدر يسجل اهداف براسه وبرجله. يعني شادي مهاجم صريح رقم 9، هو ده الوحيد اللي بيعرف يلعب في الصندوق، بيعرف يلعب في مركز رقم 9 سترايكر صريح. بالنسبة لبرونو سافيو خلاص كده يعني بشكل مؤكد هيرحل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي مع نهاية الموسم، لأن مارسيل كولر مش مقتنع خالص بقدراته الفنية. وأكيد النادي الأهلي هيخسر في برونو سافيو، وقبل كده خسرنا في اللاعب ميكي سوني وولتر بواليا. لحد امتى النادي الأهلي هيشتري لعيبة أجانب مش ليفل 1؟ يعني محتاجين نتعاقد مع مهاجم بمبلغ كويس. عادي اشتري مهاجم بمبلغ كبير وبعد كده هيفيدك فيما بعد، ولكن انت بتجيب ميكي سوني وولتر بواليا وبرونو سافيو. مش عاوز اقول لك صفقات فاشلة، ولكن ما فادوش النادي الاهلي بحاجة خالص. ففعلا لجنة التعاقدات عليها علامات استفهام كتير جدا. يعني ازاي النادي الاهلي بجماهيره، النادي الاهلي ببطولاته، النادي الاهلي اكبر فريق في القارة، مش عارف يشتري مهاجم 9 اجنبي؟ معرفش ازاي القصة دي. وبعدين احنا محتاجينه مش دلع، يعني مش نزاهة، لا احنا محتاجين مهاجم يسجل اهداف، محتاجين مهاجم سفاح كل ماتش يسجل، كل ماتش يكون عنده الخطورة ويكون يعني مفيد في الجانب الهجومي. محمد شريف كويس جدا في المساحات، بيرسي تاو مركزه الاصلي جناح، عندك برونو سافيو هيمشي، طاهر جناح، شادي حسين مهاجم 9، ولكن برضو مش اللي هو، يعني ما اقدرش اقول ان شادي حسين مهاجم سوبر ستار. اللعيبه الاجانب بتصنع الفارق مع اي نادي. يعني عندك اليو ديانج ما شاء الله، دبابه في خط الوسط. علي معلول سادد الجبهه بشكل كويس ويعتبر من افضل اللعيبه في القاره بشكل عام يعني. فاحنا محتاجين لعيبه اجانب تصنع الفارق، لعيبه سوبر مع النادي الاهلي. محمد الضوي، كريستو طبعا يعني هياخد وقت عشان يدخل في الماتشات، هياخد وقت كبير عشان يتأقلم، لأنه لاعب صغير عنده 19 سنة، وكولر يعني بيستبعده لأن لسه محتاج ماتشات. هو لعبه فردي نوعا ما. يعني دلوقتي هشارك معاكم بعض من تعليقاتكم على الفيديو السابق. أول تعليق عندنا من محمد محسن نعيم: أهلاوي وأفتخر. أكيد يا محمد. تاني تعليق من زيزو: أنت مبشر بالخير دايما. تسلم يا زيزو، ربنا يخليك. التعليق الثالث هشام ثروت: ان شاء الله الاهلي يفوز على ريال مدريد 4-0. ان شاء الله يا هشام نكسب بس ريال مدريد باي نتيجه يعني. عندنا عبد القادر الشايب بيقول بالتوفيق. تسلم يا عبد القادر، واتمنى التوفيق طبعا ليك وللنادي الاهلي بشكل عام. محمد عمر: الاهلي بطل الكأس ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يشرفنا. زياد حامد: يا اسطى انت كلامك مبالغ فيه. يعني بجد انا مش فاهم يعني ايه كلامي مبالغ فيه. لو انت تقصد توقعاتي عن مباراة الاهلي والريال، خلي بالك الكرة ما فيهاش ثوابت، الكرة فيها كل حاجة، ملهاش كبير بمعنى اصح. هل انت كنت بتتوقع ان السعودية تكسب الارجنتين 2-1 ولا المغرب تكسب اسبانيا والبرتغال؟
كرة ما فيهاش مستحيل. طيب محمد حسن، بص هو ما فيش مستحيل، بس احنا بلاش نقول ان ريال مدريد خايف من الاهلي. عموما احنا كسبنا ريال مدريد قبل كده في ماتش ودي بهدف صندي. مفيش مستحيل، بس الريال عمره ما يخاف من الاهلي او اي فريق في العالم. تمام قوي يا محمد، وجهة نظرك تحترم جدا جدا، وانا بشكركم على تعليقاتكم، وان شاء الله الفترة الجاية احاول اتواصل معاكم اكتر من كده واشارك معظم التعليقات على الفيديوهات. يعني اشارك يعني ممكن كل التعليقات، فياريت تشارك، يا ريت تقول توقعاتك، تقول وجهة نظرك في اي حاجة. ما عنديش اي مشكلة، ما عنديش اي مشكلة انا واجه ويعني اناقشك، نتناقش باحترام، مفيش مشكلة بالنسبة لي خالص، وانا بحترم كل الناس. كمان عاوز اعرف رأيك في ميركاتو النادي الاهلي في الانتقالات الشتوية. ما تنساش تعمل لايك بقى واشتراك في القناة. شكرا ليكم، السلام عليكم.